السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لايك واشتراك وفعل الجرس، وتعالوا أقول لكم شنو نحتاج للدولمة. تمن، لحم مثروم، لحم رقبة خروف وباقلة وسلق، ورق عنب، فلفل أخضر، بصل وثوم وباذنجان وقرع وبتيتا وفلفل وملح وليمون وزيت ومعجون طماطم. أول شي نبتدي بالبصل، نحفر راسه ونسوي بيه فتحة من النص وندوس عليه على مود نقدر نطلع اللب مالته بسهولة. وهسه نطلع لي بيوت البصل احنا نسميها، ما ادري ايش يسموها. نكمل البصل، نقشر البوتيتا. العصافير برا ما ادري ايش عندهم، مسوين اجتماع، ما ادري ليه توازعون ورث، ما ادري ايش بيهم، عندهم عركة، قعدة عشاير. نكمل البوتيتا. هسه نقشر القرع، بالجنوب يسموه شجر، وبلدان العربية يسموه كوسة، ومليار اسم إله، هو قرع يعني قرع. نقشر الثانية. هسه الباذنجان نقص الروس مالته ونسويه اثنين، يعني إذا كانت طويلة نسويها 3، وإذا وسط نسويها 2، يطلعون الأحجام متشابهة. مدري ليش نعاد. هسه نحفر الباذنجان. لازم ينحفر كل الزين، يبقى بس القشر مالته، حتى من تحشوه التمن اللي بداخله ياخذ اللون البنفسجي مال الباذنجان، ومن رقيقة تطلع كلش طيبة. نحفر القرع. لا تنسونا بلايك، اشتركوا بالقناة. هسه نقشر وانسى الهموم. نقمع روس الفلفل الأخضر ونطلع البذر اللي بداخله حتى نجهزه للحشي. أكثر شي طيب بالدولمة ويطلع ريحتها وطعمها والفلفل الأخضر والثوم. كملنا حفر كل الأشياء، بقت بس الطماطة نحفرها حتى نغسلهم. وهذا اللب مال المواد ما راح نذبه، غسلته وأجيت أثرمه حتى أخليه فوق التمن لين راح نحتاجه للحشوة. ما أذب أي شي منه، كل شي حفرته أثرمه. هنا التمن غسلته، جيت أخليه فوق التمن. نثرم الباقي. نقطع السلق. وطبعا هذا العضود مالته ما نذبه، هسه أشوفكم ايش راح نسوي بيه. ننظفه، نقطع روسه إذا بيه سواد أو شي،
حتى نغسله ونخليه بقاع جدر. هنا فورنا مي وجيت اخلي ورق العنب خليه ينسلق لبين ما اكمل باقي الاشياء. نجي نقطع البوتيتا، بطاطا احنا نقول لها بالموصل. كملنا، نجي نخلي زيت بقاع الجدر ونخلي العيدان ما السلق اللي هي العضود. طبعا هاي كلش طيبة، يصير عركة عليها، ابدا لا تذبوها. ونخلي البوتيتا نصفطها، ونخلي لحم رقبة الخروف. لا تخلونه هواي لأن الدولمة تزنخ، لا تنسون بلايك، فقطعة وقطعتين كلش كافية. خلي الباقي، أنا الباقي أسلقها لأن ما راح تستوي، لو خليتوها ساعتين بالدولمة ما راح تستوي لأن المي ما كافي عليها، فسلقوها وخلوها. وحتى اللحم والله سلقوه وخلوه لأن هم ياخذ كفايته بالاستواء، بس أنا خليته بعد. هنا التمن ولب المواد اللي ثرمنا ولحم المثروم، ونخلي فلفل أسود، ونخلي حامض الليمون يعني لامندزي، ونخلي ملح وزيت ومعجون الطماطم. اللي يحب يضيف كبابة، أما كاري كركم مدري شنو شبنت كل هذا يخرب الدولمة والله ويروح نكهتها. الورق العنب انسلق وكمل، نجيش نصفيه وناخذه حتى نروح نبدي نحشي. أول ما نبتدي بالبصل، بس خلينا نخلط الحشو أول. خلطناها، سويت ورق عنب وحدة، قلت لا خلي أبدي بالبصل ونحشي البصلات مالتنا. وحدة ورا وحدة ورا وحدة. وهسه نروح نحشي باقي الخضروات، الفلفل الأخضر والطماطم. يعني الطماطم ما أحبها بس مدري وجودها ضروري، خليها هيك بس منظر، ما أحب التمن، أحس يصير حلو بداخلها. حشينا كل شي ونصفطهم نرصهم شي يمشي. هسه نلف ورق العنب. عود ليش كل النسوان تحب الدولمة والزلم ما تحبها؟ ما أدري ليش، مع العلم كلش طيبة، حتى لو كانت طيبة الزلم ما تعجبهم. هسه كملنا ورق العنب، نلف السلق. ألف السلق، هاي آخر شي نخلي السلق لأن بسرعة يستوي، وإذا خليناه بالأسفل راح ينمرد، فنخليه من فوق. كملنا لف، نخلي ملح من فوق ولامندزي حامض الليمون، ونخلي شكر. الشكر يكسر الحموضة وينطيها مزمزة كلش طيبة. ما أسوي دولمة بامية حامض شلغم أي شي بحموضة لازم شنو لازم أضيف له شوية سكر شكر.
هسه نخليها تتقلى فد ربع ساعة تذب ميها. هنا اجينا بعد ربع ساعة عالنار، شفتها ما ذبت مية هواي، فراح اخليلها كوبين كبار لين ما طلع منها مي. نخلي المي، ورا ما نخلي المي راح نتركها ساعة، ساعة وربع على نار هادية. وهنا استوت وصارت جاهزة للأكل. جبتها وإجيت حتى أفرغها، وأني قلبتها منا والتليفون وقع منا وما بينت، بس هسه هاي هنا كاملة ومفرغة. والريحة ما أحكي لكم، والطعم كلش طيب، طلعت معتدلة، لا حامضة لا مالحة لا شي يعني، وكل شي مستوي طالع عندي. طبعا الجماعة ما قدروا يصبرون أكمل تصوير، بلشوا. إذا عجبكم الفيديو وإذا حبيتوا انطونا لايك واشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس، وتحياتي إلكم وفي أمان الله.